اجي بلاتي نسولك واحد السؤال وجاوبني بصراحه. واش عمرك تغنيتي مع شي واحد سواء من العائله سواء صاحبك ومبقيتوش كتهضروا لواحد المده اللي طويله بزاف؟ واش قد دابا وانت كتشوفني ومازال ما كتهضرش معاه، واخا يكون الخطا منك ما باغيش تمشي وتطلب منه السماحه، ولا هو يكون الخطا منه ما باغيش يجي ويطلب منك السماحه؟ ولكن اللي ما عارفينش بجوج هو الفضل ديال التسامح والاجر العظيم ديالو عند الله سبحانه وتعالى. داكشي علاش خليك معايا في هذا الفيديو هذا، غادي يلخص عليك بزاف وغادي تفهم بزاف د الحوايج. في هذه الحياة هذه كتكون كتعرف بزاف ديال الناس، كتبقى تصفي فيهم واحد بواحد، سواء من العائلة سواء من الصحاب، ومع الوقت يقد يوقع لك شي مشكل مع شي واحد فيهم، وهذاك المشكل قد يخليكم ما تهضروش لواحد المدة اللي طويلة بزاف. انت كتقول انا ما نمشيش نهضر معاه وما نمشيش نطلب منه السماحة، هو اللي خصو يجي ويطلب مني السماحة، وهو كيقول نفس الهضرة وكتبقاو على هذا الحال هذا. ولكن بلاتي راه ربي سبحانه وتعالى تيقول في الكتاب ديالو والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ورب سبحانه وتعالى راه ما فارضش علينا اننا نسامحوا هذاك اللي ظلمنا، بالعكس تيقول لك رب سبحانه وتعالى الا بغيتي تسامحوا سامحوا، الا ما بغيتيش راه من حقك انك ما تسامحوش الا ظلمك. النبي صلى الله عليه وسلم تيقول ان الله سبحانه وتعالى غادي يجيب جوج د العباد ديالو يوم القيامه، واحد مظلوم وواحد ظالم. هذاك المظلوم غادي يقول الله سبحانه وتعالى يا ربي خذ لي الحق ديالي من هذا اللي ظلمني، ربي سبحانه وتعالى غادي ياخذ ليه الحق ديالو. وهنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول لهذاك اللي مظلوم شوف في الجنه، هذاك اللي مظلوم غادي يشوف في الجنه وغادي يتبهر، غادي يشوف قصور كبيره بزاف ومنظر عمرو شافو في الحياه ديالو، غادي يسال الله سبحانه وتعالى وغادي يقول له يا ربي هاد القصور هادي لمن هنا غادي تكون المفاجاه. ربي سبحانه وتعالى غادي يقول ليه هاد القصور هادي اللي كتشوف غادي تولي ديالك الا انت سامحتي الاخ ديالك على داك الشيء اللي دار فيك. هنا غادي تكون المفاجاه، هذاك العبد المظلوم غادي ينسى داك الشيء اللي دار فيه داك الاخ ديالو في الدنيا، وغادي يقول له يا ربي انا سامحت ليه. هنا ربي سبحانه وتعالى غادي يقول ليه خذ باليد ديال الاخ ديالك ودخلوا للجنه بجوج بكم. وهنا غادي تبان العظمه والفضل ديال التسامح عند الله سبحانه وتعالى. يعني شوف الجزاء اللي باش جازى الله سبحانه وتعالى ديك العبد اللي مظلوم بقصور في الجنه بسبب انه سامح الاخ ديالو على داك الشيء اللي دار فيه في الدنيا. داكشي علاش خويا واختي في الله حاول انك ديما تكون متسامح، وديما شوف اللي دار فيك شي حاجه ماشي مشكل، عند الله ناخذوا الحق ديالنا. هادشي اللي كنقول لك راه ما كيعنيش انك تسامح في الحق ديالك وما تدافعش عليه، لا، يعني الحق ديالك خاصك تاخذه يا هنا يا لهيه. هو لاني يعني شي حاجه اللي طرات بينك وبين الاخ ديالك حاول انك تسامح باش الموده تبقى والرحمه تبقى بيناتنا والامور تمشي مزيان. وثق بيا راه الفضل غتاخذو انت والاجر غادي يكون ليك هنا في الدنيا وفي الاخره. وشوف ما يجيكش الشيطان ويقول لك ويلي واش انت يا بهذا الكبرياء ديالك وتمشي وتقول لي اسمح لي ولا ما يمكنش. كيبقى يجي عندنا الشيطان وكيقول لنا هذه الهضره هذه. ولكن حاول تكون ذكي وحاول تفوز بهذا الاجر هذا، وسير عند هذاك اللي واقع بينك وبينه المشكل وقول ليه اسمح لي، واخا يكون الخطا منك ولا منه ماشي مشكل. راه ملي كتمشي عنده وكتطلب منه السماحه واخا كيكون الخطا منه، هو ديك الساعه كيحشم بزاف وكيستحي وكيولي حتى هو كيطلب منك السماحه. علاش؟ حيت انت سبقتيه لهذا الفضل هذا وسبقتيه لهذا الاجر هذا. وشوف المسامح كريم، وخلي الحياه تمشي مزيان، وخليك دائما فيما تطيح في شي مشكل مع شي واحد سواء في العائله سواء في الصحاب ما تعداش ديك الخصام ديالكم لمده 3 ايام، وسير وطلب منه انت الاعتذار واخا يكون هو اللي ظالمك ماشي مشكل، انت اللي رابح هنا ولهيه. اذا كان معكم خوكم عبد الاله عزوزي، نتمنى تستافدوا معايا في هذا الفيديو هذا. كما كنقول ديما ما تنساونيش بلايك وكومونتير وبارطاجي مع نظامي الا كان هادشي اللي كندير كيعجبك. وما تنساش دوز عندي الانستغرام وفيسبوك كندير شي حاجه مزيونه. السلام عليكم.